السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده معانا فيديو جديد في سلسله سي بلس بلس ان ديبث. في الفيديو ده هنتكلم عن بعض المعلومات الزياده اللي تخص اللوجيكال اوبريتورز، ويلا بينا نبتدي كده. اول معلومه عندنا حاجه اسمها الايه الشورت سيركت ايفالويشن. تمام. شورت سيركت ايفالويشن. يعني ايه شورت سيركت ايفالويشن؟ دي حاجه بتخص علامه الاند وعلامه الاور اللي هم لوجيكال اند ولوجيكال اور. تقول لك ان دي طريقه كده ان احنا ايه ما نرنش الاند كلها او الاور كلها، او ما نشتغلش على طرفين الاند كلهم عشان نعرف نتيجتها، او طرفين الاور كلهم عشان نعرف نتيجتها. تمام. الكلام ده بقى بيحصل ازاي؟ الكلام ده عايز دقيقتين تركيز كده. يلا بينا. الاند شكلها عامل ازاي؟ تعالى كده نشوف الاند شكلها عامل ازاي. الاند شكلها كده عندك مثلا ايه؟ عندك مثلا اكس اند واي، صح؟ اكس اند واي ده بيطلع لي نتيجه، صح؟ النتيجه دي انا مش عارف قيمتها ايه، فمثلا لو كده نحط علامه استفهام. انا مش عارف نتيجتها ايه. نتيجتها ممكن تكون يا اما ترو يا اما فولس، صح؟ طب نتيجتها ترو او فولس دي بتتحسب على اساس ايه؟ بتتحسب على ان لو الاكس اهو، ممكن نقول مثلا كده، لو الاكس ده بترو والواي كمان هي كمان بترو، ايه اللي هيحصل؟ ممكن نقول ان علامه الاستفهام هتطلع بايه؟ بترو، صح؟ او ان لو الاثنين ترو النتيجه هتطلع بترو. طب لو واحده فيهم بس مش ترو، لو الاكس او الواي بفولس النتيجه كلها تطلع بفولس، صح؟ فممكن نقول كده ان لو الاكس اور الواي طلع ان هو ايه؟ طلع ان هو بفولس، هنقول مثلا ان علامات الاستفهام هتبقى ايه؟ هتبقى هي كمان بفولس. تمام. فاحنا دلوقتي عندنا اربع حالات. تعالى كده نشوف الاربع حالات دول اللي هم ايه. الاربع حالات دول تعالى نعمل لهم بس سي اوت كده. يلا بينا. اول حاله ان احنا عندنا ترو اند ترو. اوكي، تعالى نشوف ده هيطلع ايه ونعمل له اند لاين. تعالى ناخد الحاله دي عشان هنعدلها ايه 3 مرات كمان. تعالى بس ننزل سطر كده، وهنا ننزل سطر كده، ونظبط الفورمات بتاع الكلام ده كله. تمام. اول واحده ترو وترو، تاني واحده ترو وفولس، فولس، بعدين عندنا فولس وترو، بعدين عندنا ايه؟ فولس وفولس. طيب ايه بقى الاربع حالات دول؟ احنا عارفين دي ترو وترو هتطلع لي ايه؟ هتطلع لي ترو، صح؟ تمام. والثلاث حالات التانيين هيطلعوا لي فولس. ده احنا عارفينه اوريدي عن الايه؟ عن الاند، صح؟ او فولس. ده احنا اوريدي عارفين. الفكره في طريقه الايفالويشن بتاعت الكلام ده. يعني ايه طريقه الايفالويشن بتاعت الكلام ده؟ يعني كلهم هيشتغلوا زي بعض ولا لا؟ لا، مش كلهم هيشتغلوا زي بعض. يعني ايه؟ يعني مثلا تعالى نمشي على اول واحده دي. اول واحده هتمشي ازاي؟ تعالى كده نمشيها من اليمين للشمال، او سوري، من الشمال لليمين، عشان الحاجات دي بتمشي من الشمال لليمين. فتعالى كده نمشيها من الشمال لليمين. شوف كده اهو. اول واحده هيشوفها هيلاقيها ترو. هل كده هو عنده صوره عن النتيجه تطلع ازاي؟ لا، لان هو عنده نص القانون بس، هو محتاج الاثنين يبقوا ترو، فهو دلوقتي عنده واحده ترو، فلازم كمان ييفالويت الثانيه عشان يعرف يا ترو ولا فولس. فهيبص عليها يعملها ايفالويشن اللي هي كمان ترو، فبقى عنده ترو وترو، اذا النتيجه ترو. طيب اللي بعدها يعمل نفس الكلام. هيمسك الاولانيه يبدا ايه؟ يبص عليها، فترو ولا فولس؟ ترو. كده هو لازم برضو يبص على الثانيه عشان يطلع بالنتيجه بتاعته، لان هو كده عنده نص القاعده بتاعته بس، او نص القانون بتاعه. فلما يجي يبص على الثانيه هيلاقيها بايه؟ بفولس، فبالتالي عنده ترو وفولس، اذا النتيجه بفولس. دي اظن مفهومه وواضحه. طيب في اللي بعد كده اول واحده فيها بفولس، فهل هو محتاج يبص على الثانيه اصلا عشان يعرف ان نتيجه الاند دي هتبقى بفولس؟ لا، هو اوريدي عنده واحده فيهم بفولس، هو مش محتاج يبص على الثانيه حتى، فهيديها بفولس على طول، هيفوت دي. وكذلك في الحاله الاخيره. لو جينا نرن الكلام ده، ممكن انت ما تلاحظش او احنا ما نلاحظش اصلا الفروقات دي اهو. هو اداني 1 0 0 0 اللي هي ترو فولس 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 وحتى ما جابش سيره ان هو بيعمل شورت سيركت ايفالويشن او حاجه، بس ده بيحصل ايه؟ بيحصل ان في الاند لو كانت اول واحده بفولس ما بيتشكش على الثانيه اصلا. تمام. حد هيسالني طب ده بيفيد في ايه؟ هقول لك افترض ان دول مش ترو فولس، افترض ان دول مش ارقام مثلا، افترض ان دول مش سمبل اكسبريشنز، افترض ان دول مثلا كانوا فانكشنز او حسابات بتاخد وقت او حاجه. لو كانت الحسابات اللي بتاخد وقت دي مثلا برناها كل مره، تمام، او جربها كل مره، هتلاقي ان العمليات بتاعتي بتاخد وقت. لكن لو كانت الحسابات بتاعتي مثلا اللي هي بقى عندي حساب بسيط كده سيمبل بيطلع لي مثلا فولس، فالحساب اللي بياخد وقت للناحيه الثانيه مش هحتاج اعمله كل مره. تمام. فبتلاقي نفسك بتختصر وقت. هي دي فكرتها كلها، ان انا لما يبقى عندي اكتر من حاجه تمام محطوطين في الاند، انا بتشيك على الحاجه اللي على الشمال الاول. لو الحاجه اللي على الشمال دي بترو، اوكي، بعمل ايه؟ لازم اتشيك على الحاجه اللي على اليمين. طب لو الحاجه اللي على الشمال دي بفولس، ما بحتاجش اتشيك على الحاجه اللي على اليمين وبطلع نتيجه بفولس على طول. مفهوم الكلام؟ اتمنى يكون مفهوم. فده بيسموه شورت سيركت ايفالويشن. يعني ترجمته ان احنا مثلا لو عندنا مثلا بورده كهرباء، تعالى مثلا نرسمها على نوت ولا حاجه. ان مثلا لو انا عندي بورده كهرباء مثلا، ادي بورده كده بتوصل فيها هنا مش عارف مقاومه مثلا، وهنا مصباح،
وهنا مش عارف زر، وهنا مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف إيه. وانت مثلا الكهرباء بتاعتك جايه من هنا كده، ولازم تلف على اللفه دي كلها عشان توصل للمصباح ده. فانت رحت عامل ايه؟ فانت بدل ما تمشيها كده عملتها ايه؟ شورت سيركت، جبت من الاول للاخر على طول، خدتها من قصرها بالعربي يعني. فده فكره الشورت سيركت ايفالويشن، انك بتاخد اقصر سكه عشان ايه؟ تسهل على نفسك الدنيا. ففي حته الاند احنا عارفين ان اقصر سكه ان لو كان عندي اول واحده بفولس فالنتيجه تلقائيه بايه؟ بفولس. طيب بالنسبه للاور نفس الكلام بس بالعكس، اللي هو لو خدنا الكلام ده كله تمام طبعا كده تحت، بس بدل الاند هنعمل ايه؟ هنحط اور، اللي هو هات لي اور اهي، ناخد العلامه دي نبدا نحطها تحت. اوبسي، عملنا حاجه غلط. فهنحط هنا اور، اوكي، ونيجي هنا نحط اور، ونيجي هنا نحط اور. النتيجه طبعا هتختلف، ان اول واحده بتبقى بترو، تاني واحده هتبقى بترو برضو، اللي بعدها بترو برضو، اللي بعدها بايه؟ بفولس. تمام. فاهو تعالى كده نجرب، تعالى نشيل دول مثلا، نشيلهم خالص، اوكي، ونرن الكلام ده، هتلاقيه بيطلع لك ايه؟ 1 1 1 0 اهو. لو جينا نبص كده اهو 1 1 1 0. تمام، لان فعلا اول واحده ترو ترو ففي ترو فبتطلع ترو، بعدين عندك هنا ترو فولس ففي ترو برضو فتطلع ترو، فولس ترو فيها برضو واحده ترو فتطلع لك ترو، الاخيره فولس فولس ما فيهاش ولا واحده ترو فبتطلع فولس. فين بقى الشورت سيركت اللي بيحصل هنا؟ الشورت سيركت اللي بيحصل هنا عكس اللي بيحصل في الاند. انا في الاند محتاج واحده فولس على الاقل، لو جينا كده نرجع الكلام بتاع الاند اهو، انا في الاند محتاج واحده فولس على الاقل عشان اقول ان النتيجه فولس. انا في الاور بعمل العكس، انا محتاج واحده ترو عشان اقول النتيجه ترو. فالشورت سيركت في الاند بيحصل هنا، بيحصل لو الاولانيه بفولس. الشورت سيركت في الاور بيحصل هنا لو الاولانيه بترو. فهو لو لقى اول واحده عنده بترو ما بيشيكش على الثانيه وبيرجع لي ايه؟ الترو على طول، بيديني الترو تلقائي. طيب لو لقاها فولس، لا هنا بقى يتشيك على الثانيه، ما يمكن الثانيه تبقى بترو، فهنا لقاها فولس، الثانيه لقاها بترو فاداني ترو، هنا بفولس وفولس فاداني ايه؟ فولس. فدي فكره الايه؟ الشورت سيركت. تمام يا شباب؟ طيب دلوقتي عندنا حاجة كمان عايزين نتكلم فيها، ألا وهي، ممكن نشيل الكلام ده كله، نتكلم عنها، اللي هي إيه؟ اللي هي الإيه؟ associativity بتاعة الإيه؟ بتاعة العلامات دي. لو أنا مثلا جيت قلت لك أنا عايزك تعمل لي إيه؟ عايزك تعمل لي مقارنة. المقارنة دي بتقول لك إيه؟ بتقول لك فلنفترض أنت عندك 3 variables اللي هم A وB وC. ال A وال B وC، فلنفترض مثلا إن ال A ب1، ال B ب2، ال C ب3، تمام؟ فالC أكبر منهم كلهم، الC أكبر من B والB أكبر من A، صح؟ فأنت عايز تشوف او تعمل مقارنه بتقارن لك او تتاكد لك ان السي اكبر من البي والبي اكبر من الاي لكنه اصغر من السي. تمام، فانت مثلا ممكن تكتب مقارنتك هذه. تمام، تكتبها ازاي؟ تكتبها كده، تقول مثلا ان الاي اصغر من البي والبي اصغر من الايه؟ السي. تكتبها بالمنظر ده، صح كده؟ بس نحط مسافات عشان يبقى شكلها انضف شويه. تعالى كده نشوف هتطلع لي ايه. طلع لي 1. سبحان الله، ما احنا فعلا كنا مستنيين الاجابه دي. بس هل اللي بيحصل ده هو اللي انت متخيله؟ لا طبعا، اللي بيحصل حاجه غير اللي انت متخيلها تماما. وعشان نفهم اللي بيحصل تعالى بس نيجي على النوته كده، تعالى ننزل تحت شويه. ايه اللي بيحصل؟ انت دلوقتي عندك، تعالى كده نكتب اللي احنا عندنا، المعلومات اللي عندنا على جنب عشان نفهمها. اهو انا دلوقتي عندي مين؟ انا عندي A بواحد، البي باتنين، السي بتلاتة، وانا كاتب ايه؟ كاتب A اصغر من البي اصغر من السي. اوكي، احنا عارفين لو عندنا اكتر من عمليه حسابيه او عمليه عموما، ايه اللي بيتدخل هنا؟ الاسوشيتيفيتي بتتدخل. تمام، فاسوشيتيفيتي الكلام ده بايه؟ اسوشيتيفيتي جميع اللوجيكال اوبريتورز ما عدا النوت اللي هي دي بايه؟ بليفت اسوشيتيفيتي. النوت بس هي الرايت اسوشيتيفيتي. اوكي، فايه معنى ان هم ليفت اسوشيتيف؟ يعني ان العمليات بتمشي من الليفت للرايت، صح؟ فهو ايه اللي هيحصل؟ هيجي هنا هيعمل لك دي الاول، تمام، يعملها لك. فايه اصغر من البي؟ هل ده ترو؟ اه ده ترو، لان الايه بواحد والبي باتنين فترو، فدي هتبقى نتيجتها بكام؟ بواحد. العمليه دلوقتي بقت عامله زي العمليه دلوقتي بقت واحد اصغر من السي. مفهوم؟ ايه اللي بيحصل؟ دي عملنا لها ايفالويشن الاول ليفت فبقت نتيجتها واحد، فبعدين عملنا ايه؟ نتيجه دي اصغر من نتيجه الايه؟ السي. فبالتالي بما ان السي 3 فهي كده كده اكبر من الواحد، فتطلع لك النتيجه بايه؟ بترو. فانت فاكرها هي ترو لان السي اكبر من دول، لكن لا، هي ترو لان السي اكبر من الايه؟ الواحد. فدي حاجه تاخد بالك منها لما تيجي تعمل كده. انت لو عايز تتشيك ان الاي اصغر من البي والبي اصغر من السي، ممكن تعملها بالمنظر ده، تقول له هل الاي اصغر من البي، وتعمل اند كده معاها ان البي اصغر من السي. فدي هتديك النتيجه اللي انت عايزها فعلا. مفهوم ولا مش مفهوم؟ لان مثلا لو نرجع كده للكود بتاعنا، احنا ممكن مثلا الاي تبقى مثلا، تعالى نغيرهم مثلا، خلي الاي ب 10 والبي مثلا ب 20 والسي خليها ب 15. انت معتقد كده ان دي مش هتشتغل لان الاي فعلا اصغر من البي، لكن البي مش اصغر من السي. لكن لو جيت ترنها كده هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ انها اشتغلت. هي اشتغلت ليه؟ اشتغلت ان الاي اصغر من البي فعلا، فنتيجه دي بقت بواحد، والسي اكبر من واحد فادتني ايه؟ ترو، لان السي ب 15.
فده مش اللي أنت محتاجه، اللي أنت محتاجه إنها تبقى إيه، إنها تبقى الA أصغر من الB and حُط بس الB هنا and إن الB أصغر من الC. دي ساعتها بُص كده هتدّيك إيه، هتدّيك false. لكن لو رجّعتها مثلًا زي ما كانت إن دي 1 ودي 2 ودي مثلًا 3 دي هتدّيك النتيجة اللي أنت عايزها إيه، بالضبط. بُص كده أهي، دي النتيجة اللي أنت عايزها. فبس كده، ده كان كل حاجة ممكن نقولها عن الlogical operators. أتمنى تكون استفدت من الفيديو. لو استفدت انزل اكتب لنا في الكومنتات استفدت إيه، وحُط لايك وسبسكرايب وأنت معدّي في السكة. ولو تعرف حد تاني بيذاكر C++ يا ريت تشيّره مع الفيديو. أشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.